السلام عليكم متتبعاتي الكريمات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. ان شاء الله البنات غادي نقدم لكم هاد البيتزا. بالنسبه للعجين كيف كتشوفوا العجين عادي، عجنتها غير بالماء دافي. المهم بالنسبة كاين اللي كدير غير دقيق فرينة داك البيض كيكون حرش. كاين اللي كديرها به وكاينة اللي كديرها مثلًا بغيتو بفورس. غير لا مثلًا إلا بديروا 2 كيسان ديال الفرص ضروري ديروا معاهم واحد تاع الفينو باش ما تجي ملوكة بزاف. وكاينين البنات اللي كيبغيو يعجنوها بالما دافي. كاين عفوًا بالحليب دافي. وكاينة اللي كدير فيها نيدو. أنا كندير فيها البنات غير الماء دافي فقط، وشوية ديال الملحة وشوية ديال السكر اختياري. صافي كتجمعوها هكايا، ملي كتجمعوها كتخليها كتبقى كتكون العجينة شوية رطبة. صافي تسدّو عليها كتغطوها تخمر مزيان حتى يضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كتخمر كتهبطوها تخرجوا من هاداك الهواء اللي فيها، ديروا لها شوية ديال الزيت، تسرحوها بحال هكا في الصفيحة ديالكم ديال الفرن، دهنوها أولًا، اللي تسرحوها وتكوها هكايا بالفورشيط. صافي وتوجدوا لاصوص ديالكم. بالنسبة للاصوص أنا ما طيشها البنات، كنشدها كنغسلها مزيان وكنسلقها بقشورها. ملي كتسلقوها حيدوا من هداك الماء اللي سلقتوه فيه. صافي كطحنوها البنات، كطحنوها مزيان مزيان، طحنوها في مولينيكس ولا في الهاشوار. المهم طحنوها مزيان مزيان، وعاودوا ديروها في واحد القاميله ولا المهم شي اناء، وديروا فيها التوابل، ديروا فيها زيت الزيتون او زيت الروميه، ديروا فيها شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الخرقوم بلدي، شويه التحميره. وديروا فيها البنات حتى القزبر يابس مطحون كيجي زوين، وقزبر ومعدنوس بطبيعه الحال مقطعين خضرين. صافي البنات هادشي اللي كندير فيها، وبديروا فيها شوية الزعتر. ولكن حبذا لو الزعتر دار في التالي، أنا كنديرو في التالي. صافي ملي كتوجدوها كتولي خاطرة، كتنشف من داك الماء. صافي كتمددوها كيف كتشوفوا في الصورة فوق العجين، وكديروا ليها كلشي البنات. أنا راه ما درتش فيها نهائيًا الحوت. ديروا هكايا تشدوا شوية ديال البصلة تشحروها وديروها من فوق منها، شوية ديال الفلفلة حلوة حتى هي تشحروها وديرها فوق الفوق. والزيتون المهم الزيتون كحال كيف كتشوفوا أنا هاد البصيلة شحرتها في شوية ديال الزيت وشوية الملحة وشوية البزار، صافي لا غير البنات. صافي ملي كيف قلت لكم ملي كتعمروها كلها صافي كتدخلوها الفران طيب. ملي كتحمر من التحت كتخرجوها، تحكوا عليها شويه فرماج احمر وتعاودوا تدخلوها الفران. المهم نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونخليكم على فيديو لحتى الاخير.